بياندور، العجوز الشابة، القرية التي لها من العمر أكثر من 5 قرون، بدليل تلها الأثري القديم والمأهولة بالسكان حسب مزاعم التاريخ في تلك التلة. في العهد العثماني سنة 1564 للميلاد، كانت مأهولة ومعروفة باسم بياندور بحسب دفاتر الضرائب العثمانية لتلك السنة، وتابعة لناحية كردوين أو ما يسمى لواء نصيبين. تقع حديثا على الطريق العام الواصل بين مدينة قامشلو وتربسبي في الزاوية الشرقية الشمالية من حدود الجزيرة السورية. بعد الحرب العالمية الأولى وبموجب اتفاقية دولية خرجت تركيا من الحرب وانسحبت من المنطقة، تاركة القرى دون إدارة تعم بالفوضى. وبعد اتفاقية سايكس بيكو وسان ريمو أنزلت فرنسا قواتها في الساحل، وأنذر الجنرال غورو حكومة الملك فيصل في دمشق بحل جيشها وحل الحكومة فيها. دخلت فرنسا المنطقة وقامت بإنشاء 5 دويلات، ومن حلب إلى الحسكة تحركت قوات الانتداب حتى وصلت بياندور في 3 من أيار عام 1923 بقيادة الضابط روبرتو، حيث نظم إدارته وأحدث قضاء بياندور، وقام بتعيين جاسم أفندي قائم مقاما وجعفر أفندي مديرا للعدل والتنفيذ، والاثنان كانا من أهالي دير الزور، حيث كان قوام القوات القادمة مؤلفا من 300 عنصر موزعين على 4 كتائب. كانت سلوكيات جاسم أفندي لا ترضي أهل المنطقة، لأنها آلت إلى حد الظلم والفساد والإهانة، إذ قام جاسم وكتيبة الهجان الخاضعة تحت إمرته بظلم للأهالي، كالعيش على حسابهم واعتراض الهجانة للنساء القادمات من بئر الماء وانتهاك حرمة المنازل، وأيضا مخالفة العادات والتجوال في القرية. ضاق الأهالي من تصرفاتهم المشينة، لذا طلب مخاطر 3 قرى النجدة من حاج آغا، حيث اجتمع بهم عند مختار تلجهان في ليلة كان وقتها موعد حصاد الشعير. استشار حاج آغا بضابط من السلطات التركية الذي أعطاه الضوء الأخضر بمقاومة هذا الرجل المستبد، فأرسل حاج مجموعة من عساكره إلى القرية. بحسب المصادر دخلت المجموعة القرية بعد الغروب قادمة من جهة الجنوب، وقصدوا حوش الدار الذي يجلس فيه جاسم وجلساؤه، ثم ركب كل منهم ظهر الآخر. كان جاسم قد وضع قبعته على ركبته، ظن الرامي أنها رأسه وصوب نحوها، فجاءت الطلقة في ركبته وتوفي على إثرها في اليوم التالي، وكان ذلك في